يقول لهم عمر: أنا كنت في الجاهلية، وهذا حقيقة قالها عمر مرة، يقول: كنت في الجاهلية أريد أني أعبد صنم، وليس عندي مال أشتري صنما، ما عندي فلوس أشتري صنما. يقول: فجئت إلى تمر عندي، فأخذت التمر وعجنته وصنعت منه صنما. جابها التمر وحط له كذا قائم، وحط له رجلين، وحط له يدين، وحط له كورة كذا راس، وصلع بده الضحى. يقول: فلما جعت بعد الظهر أكلته. أكل ربه اللي هو عبده الضحى، يقول: اغفر لي واشفي مريضي ورد غائبي. لما بعد الظهر أكل ربه. كان عنده نوع من الثقافة يا شيخ، يعني رجل ثقافته واسعة، قدراته متعددة. فأخذت التمر وعجنته وصنعت منه صنما، لما أوتي من عقل ناضج، وهذا سيتبين لنا أيضا من خلال عبقرية رضي الله تعالى عنه. يقول: فلما جعت بعد الظهر أكلته. تقع مشكلة في مصر يحلها رضي الله عنه بجرة قلم. أكل ربه اللي هو عبده الضحى، يقول: اغفر لي واشفي مريضي ورد غائبي. لما بعد الظهر أكل ربه.